بعد شهرين من ال3 شهور. طول ما انت بتشوف مشاهدات انت معانا في المنظومه، بنبيع ونرجع لك ارباحك وفق خطه توزيع معينه. طيب في بقى سؤال مهم. طب دلوقتي يا مانجر محمد انت قلت ان التطبيق ده واخد براءه اختراع، وان انا هدخل معاكم وهشوف 20 اعلان وهتدوا لي 90%، وبالمناسبه عايز اعمل كومنت على حته توزيع الارباح ما بين 90 و10. احنا ليه الشركه بتاخد 90 وتدينا 10؟ هل هي ساذجه او هبله؟ لا طبعا، الشركه عايزه تكبر، عايزه تنجح. وطبيعي عشان انجح ان انا ادي عروض اوفر اقوى. انت لما هتلاقي عندي نسبه امتياز اعلى هتجيب غيرك، وانت كلكم هتجوا معايا عشان انا بكسبك. كونك معايا بقى ده في حد ذاته ده نجاح بفلوس. يعني الشركه مش باصه للقصه دي كلها عشان تبقى عارف. القصه عايز توصل تبقى ترند مليون يوزر. يوم ما هتوصل مليون يوزر هي عدت بقت نفس الفيسبوك. فهمتوا الفكره؟ يعني هي بتدينا الارباح دي اغراء عشان ندخل معاها في البيزنس. هي عايزه عدد مش اكتر من كده. لان زي ما اتفقت انا وانت من شويه قيمه الابلكيشن في الاخر بيبقى على اليوزر، على العدد. فهي هدفها العدد. طب حلو يا مانجر محمد، كلام جميل، والشركه عشان تنتشر بتدينا 90% و20 اعلان حلو ده انا هشوفهم حاجه هبله يعني. على فكره يا جماعه 4-5 دقايق بالظبط. وهاخد مليون دولار، دي قصه جميله جدا جدا. بس انتوا بتدفعونا الفلوس ليه يا مانجر محمد؟ سؤال برضه بيجي في دماغي. خصوصا ان احنا اتعودنا كمصريين كلمه تدفع فلوس يبقى في نظره في الموضوع. فطبعا عرفك انك بتدفع فلوس ليه؟ احنا لسه متفقين اهو ان انت اخدت التطبيق ده وهتبدا تعمل 20 اعلان وهينزل لك مليون دولار على هيئه كل 3 شهور. السؤال بقى مين اللي هيحسب لك الارباح دي؟ انا؟ طب الشركه زميلتي واسعه؟ طب هل ينفع بالله عليك مشروع تكنيكال من البدايه للاخر وبرمجه نجيب واحد بشري نقعده على مكتب ونعمل له قهوه ونقول للناس ادي ده مليون دولار ادي ده مليون دولار؟ مش منطقي. طب حتى بلاش دي، ده احنا اصلا عددنا النهارده 25 ورايحين ناحيه المليون. اذا موضوع ما ينفعش يكون بامر بشري. لذلك الشركه قالت لك ايه؟ انت النهارده لو فاتح محل كشري انا اسف يعني او حاجه صغيره خالص، الناس النهارده بتجيب سيستم، عارف الكاشير ده؟ والله ب 50,000 والله ب 50,000 وبتجيبه على فلاشه وتمشي، وساعات ممكن يبعت لك على الايميل دفعت في ايه ال 50,000؟ دفعتهم في السيستم يا فندم اللي هيحكم لك كام طبق كشري طلع وكام زبون دخل عندك النهارده وانت بعت بكام. طب تخيل بقى شركه بالحجم ده هتحسب لك مشاهداتك ازاي؟ وهتبدا انها تنزل لك السيستم ازاي؟ وتعمل لك صاحب على محفظه ازاي؟ ولو جبت حد عن طريق كليه ارباح ايجابيه هتجيبها لك ازاي؟ واثبات ملكيتك في الشركه اصلا هتجيبه منين؟ وهتبقى كل معلوماتك ودقتك فين على الشركه؟ عشان كده راحت الشركه مديلك تطبيق باسمها اللي هو اسمه اد كاش، وده اسم الشركه. فقالت كل واحد عشان يدخل معايا المنظومه دي لازم ياخد معاه التطبيق ده. ليه؟ عشان ده اللي هيترجم مشاهداتك يحسبها لك الفلوس. وانا فاضيلك، انا مش فاضيلك. انا هدفعك هنا عشان ده اللي هيحسب لك فلوسك. بس ركزوا معايا في الحته اللي جايه دي. ده قيمته 300 دولار، حلو؟ يعني الاثنين ابلكيشن مع بعض قيمتهم 300 دولار عشان تدخل شريك. بعض الناس وانا واحد منهم شغلت دماغي اول واحد اول ما جت لي المعلومه قلت لهم يعني انتوا قاعدين تلفوا بيا اللفه دي كلها عشان في الاخر تقول لي ده ببلاش بس ده بفلوس، فاقوم انا بقى ادفع فلوس في ده. لا يا جماعه انتوا بتحوروا عليا. صح انا قلت كده اول ما اتقال الموضوع ده. بس لما فهمت معلومه مهمه قوي اللي هتفرق ايه هي؟ ان الابلكيشن ده يا باشا مش بتاع الشركه، ده بتاعنا احنا كمان. يعني احنا كمان بناخد فيه مكسب، ودي نقطه قويه جدا. الشركه قالت لك بما انك انت جيت النهارده لو جينا في نفس مطعم الكشري مش عارف انا بحبه ليه، لو انا رحت مطعم الكشري دلوقتي لقيت حضرتك بعدين وقعدت اتكلمت معاك واتناقشنا في الموضوع وعجبني المشروع بتاعك، وفي النهايه انتهينا بان احنا هنعمل عقد كتابي وشاركتك، خلاص انا هشاركك ودفعت الفلوس وكتبنا عقد. مش شرعا وقانونا وعرفيا وبزنس المفروض لو واحد دخل طلب طبق كشري بعدها انا ليا فيه؟ مش احنا شركاء ودخلت وعملت معاك شراكه ودفعت واتفقنا؟ نفس الفكره مع الشركه. الشركه قالت لك ايه؟ اللي هيدخل معايا هنا يا باشا مش واحد بيشوف اعلانات بس، انا هدخلك شريك في التطبيق ده كمان. يعني ايه شريك فيه؟ يعني حضرتك اول ما هتدخل على السيستم بتاخد رقم معين بناء عليه اي شخص من اي مكان في العالم ما تعرفوش ولا لك علاقه بيه، يعني واحد من سوريا كلم واحد من السعوديه اقنعوا الاثنين واحد في بلجيكا، بتاع بلجيكا ده دخل على السيستم سعادتك تاخد عليه $1.5. ليه؟ لان الشركه برضه في التطبيق ده بتوزع 90% على الشركاء وبتاخد 10%. يعني هي باعته ب 300 بس هي بتوزع علينا احنا $270 وبتاخد هي $30 مقابل الملكيه والاداره. وبناء عليه كل باقه بتدخل ب 300 يا جماعه ما بتروحش للشركه، بتتوزع وقتي على السيستم. كل واحد من اللي عليه الدور $1.5 من اللي عليه الدور في المصروف، لان الشركه هترجع لك ارباح من التطبيق ده $1,000,000. ايه؟ هتقول لي طب دي منين $1,000,000 ده؟ دي من التطبيق، الفلوس الناس بتدفعها كل يوم وانت شايفها بعينيك، هي واضحه خالص. يعني دي مش زي الثانيه حتى، انت ما بتشوفش اعلانات لكن بتشوف دي يوميا في ساين اب. كل ما حد بيدخل على السيستم تروح الشركه واخده $30 وموزعه علينا $270. فدي انا بقولها ليه بقى؟ عشان السؤال اللي حضرتك سالته يا استاذ وجيه،
اللي هو الارقام كبيره بس جايه منين؟ هي جايه بالمنطق، احسبها يا باشا، لو دخل وراك 700,000 شخص جالك المليون دولار.